السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا بنات اليوتيوب. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذه مدة باش ما حطيتش شي فيديو في القناة. المهم ان شاء الله نتمنى التشجيع ديالكم وباش نستمر نبقى نحط لكم مرة شي فيديو. واخا كنت غابره في اليوتيوب، ولكن كنحط في الانستغرام. ما سخيتش بكم الصراحه، بقيت كنحط في الانستغرام غير هو الفيديوهات ديال الانستغرام كيكونوا قصارين، كتكون فيهم غير دقيقه، ما كتلحقيش تشرحي وتعطي النصائح في ديال الوصفه لا ديال شي حاجه. مهم كيطير الفيديو ديال الانستغرام، وبزاف ديال البنات كيجيهم صعيب ما كيفهموا شيء، بالخصوص الا ما كانش فيه الهضره. المهم اليوم جيت وزعمت وقلت ان شاء الله نحط لكم هذا الفيديو هنايا في اليوتيوب، ونتمنى ان شاء الله التشجيع من عندكم، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم هنايا جيت نشارك معكم هاد البسطيلات كما كتلاحظوا بالدجاج واللوز، كيجيو جد رائعين. كتجي فيهم واحد قرميشه، واحد البنه، وواحد التعليكه، المهم ما نقولكمش كيجيو بنانين بزاف وبدون بيض. اول مره كنشارك معكم كنظن في القناه هاد الوصفه، هاد الطريقه. مكونات كما كتلاحظوا غادي نحتاج معلقه ونص تقريبا ديال الخرقوم، معلقه ونص كذلك ديال السكينجبير، ربع معلقه ديال الابزار، الملحه، واحد شويه الملحه ما نكثروش بزاف، وعندي واحد راس معلقه ديال الهيل مطحون. هنا كاس ديال الماء رقدت فيه، الكاس ديال الماء كيكون سخون، رقدت فيه زعفران شعره، وكنوضعه هنا مع التوابل اللي غنشرمل فيهم الدجاج، واحد 4 كاس ديال الماء اللي مرقد فيه زعفران. صافي غادي نشرمل الدجاج من بعد ما غسلته بطبيعه الحال، نقيته مزيان وحيدت له عفوا حيدت له الجلده. غادي نشرملو مزيان. بالنسبه للدجاج الا كان عندك الوقت كتشرمليه وكتخليه واحد 2 سوايع، ساعه 2 سوايع، اولا كتوجديه بالليل وكتخليه حتى الصباح. المهم على حسب الوقت، ما عندكش الوقت ممكن ديريه حتى مباشره يطيب. غير هو منين كيبقى في الشرموله راه كيجي لذ اكثر. صافي هنا غادي نشرملو وغنغطيه وغنخليه واحد شويه يبقى في الشرموله. وكما قلت لكم ما كانش عندكم الوقت كطيبوه مباشره. هنايا عندي كيلو ديال البصله، نقيتها وقطعتها رقيق. ضفت عليها معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال السمن، ما كيكونش حار بزاف، انا عندي هاد السمن ماشي حار بزاف. واحد 7 حتى 8 الحبات ديال المسكه الحره، 2 عويدات ديال القرفه، 4 كاس اولا تقريبا شويه اكثر من الربع المهم ديال زيت الزيتون. كنوضع الدجاج اللي مشرمل فوق البصله. هنايا عندي ديك الشرموله اللي تبقات ليا كنضيفها، والكاس ديال زعفران شعره. هنايا كنشلل به داك الوعاء وكنضيف داك الماء، يعني تقريبا كاس الماء اللي كطيب فيه هاد الدجاجه. كنخليه حتى كطلع فيه الغليه، كنغطي عليه وكنخليه حتى كيطيب الدجاج على خاطرو على نار مهيله. في في الاول كنجهد، من بعد ما كطلع فيه الغليه كنقص النار وكنخليه حتى كيطيب الدجاج. هنا من بعد ما طاب الدجاج ضفت 2 معالق كبار ديال العسل، خليته كيطيب شويه وحيدت الدجاج. كما كتلاحظوا داك العسل كيدخل مع الدجاج وكيعطيه لذة زوينه، العسل الحر طبعا. صافي من بعد ما حيدت الدجاج خليت البصله كتعسل على خاطرها، وانا مقابلاها كنحرك مره. هنا بالنسبه للوز انا قليته في الزيت، ممكن بغيتو ديروه في الفران ولا في المقلاة الهوائيه، المهم اللي حبيته. انا قليته في الزيت كما لاحظتوا. كديروه في الزيت بارد وكتخليوه كيتحمر وانتم كتحركوا فيه. صافي حيدته وضعته فوق الورق النشاف باش تنقص منه شويه ديك الزيت. بالنسبه للدجاج حيدته وفتته، حيدت له داك، نقيته من داك العظام العروق اللي كيكونوا كاع داكشي اللي ما نحتاجوش. وهنايا كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه للدجاج باش يجينا حتى هو باش يجينا لذيذ، يجينا منكه بديك القرفه. وكنخلطو مزيان، كنضيفو البصله من بعد ما تعسلات مزيان، ما بقاش كاع فيها الماء، بقى غير الزيت. صافي وكنخلط كل شيء
وكنخليه غير واحد شويه. النار هنايا طفيتها، كنخليه غير واحد شويه وكنحيدو غير باش تدخل معاه ديك البنه ديال البصله. من بعد صافي كنحيد نحيدو فوق النار، وكندوز هنا عندي واحد 7 الحبات ديال المسكه الحره. يعني درتهم حكيتهم مزيان مع شويه السكر، وضفتهم هنايا مع اللوز والسكر. درت اللوز والسكر والمسكه الحره. كان عليا نضيف حتى المعلقه الزبده لكن نسيتها، ماشي مشكل نضيفها هنايا. صافي من بعد ما طحنت اللوز مع السكر والمسكه الحره، ضفت له معلقه الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه اولا نص معلقه اللي كتحبوا نتوما. المهم غنكتب لكم المقادير مضبوطه ان شاء الله اسفل الفيديو. كنخلط كلشي. الا جات لكم العقده ديال اللوز شويه كتلصق على يديكم، ديروها غير واحد شويه في الثلاجه ولا في المجمد وجبدوها صافي كتكون شاده راسها. بالنسبه للورقه ديال الفيلو كما لاحظتوا هذه ماشي اللي كنستعمل دائما، هذيك ما لقيتهاش ولكن حتى هي خضراء. هذه لقيتها انا ماشي في الثلاجه، حاطينها برا الثلاجه، ولكن خرجت لي ماشي يعني كتقطع دغيا، ماشي بحال اللي كتكون في الثلاجه. ننصحكم ما تاخذوش هذيك اللي كتكون برا الثلاجه، من الاحسن تكون تاخذوها من الثلاجه. ومن بعد منين وكتاخذوها يعني حتى كتحتاجوها، ماشي تخليوها عندكم في الثلاجه تعطل. شحال ما كانت جديده شحال ما كتكون زوينه. كما لاحظتوا قطعتها هكا مربعات، قطعتها في الوسط، النص اللي تبقى لي جمعته في بلاستيكه باش ما حيت هي دغيا كتنشف، باش ما تنشفش حتى نحتاجها ونجبدها. هنا كناخذ واحد المول صغير اللي كنشكل فيه البسطيلات باش ياخذوا لينا الحجم ديالهم مقد. كندير 3 د الورقات وكنخالفهم وكندهنهم مزيان بالزبده. الزبده نوازيت، الزبده درتها فوق النار وخليتها حتى تحيد من هذاك الحليب. صافي كتبرد وكندهن بها الورقه. درت غير الزبده فقط هنا باش دهنت. كندير الحشوه كما لاحظتوا البنات، وكندير العقده ديال اللوز كنطلقها شويه في يدي وكنحطها من الفوق تقريبا معلقه كبيره على حسب الحجم ديال البسطيله اللي غديروه. كما لاحظتوا الورقه هنايا كتقطع لي بزاف، واخا هكاك البنات قضيت بها يعني ما تخافوش منها الا كانت كتقطع لكم. واللوز دابا راه من التحت، وكنزيد واحد الورقه اخرى كنجمعها من الفوق، يعني كيجيونا داك الجميع اللي كنجمعوا ديال الورقه كيجيونا على جوج جهات باش ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ هنا درت هنايا 3 د الورقات دهنتهم مزيان بالزبده، رشيتهم بالزبده، ودرت الدجاج وكنطلق العقده ديال اللوز بين يديا بهذه الطريقه كنحطها صافي وكنجمع في الورقه. من الاحسن كنبقى كنجمع وحده بوحده. الا كان فائض بزاف كتحيدوه كترميوه. الا كانت عندكم شياطه ديال الورقه هنايا كانت شي حاجه مقطعه صافي كتحيدوها. هذه كما لاحظتوا كانت لصقت ليا في المول حيدتها. وكان الا لاحظتوا انها الحشوه كتبان وخاص ورقه كتزيدوا وحده وصافي. كما قلت لكم كتجمعوها جهه اخرى وتنتبهوا ان اللوز يجينا من الفوق، العقده اللوز كتجينا من الفوق. وبغيت نهضر معكم على الورقه. واحد الاخت سولتني على الرقم ديال الورقه. في الحقيقه انا عييت باش نشوف فيها في هاد الورقه ديال الفيلو ما بانليش يجي رقم. المهم حنايا معروف عندنا في المانيا كاينه الفيلو وكاينه واحده اخرى ديال الشينوا مربعه كتكون هذيك في الفريغو كتكون شويه قاصحه على الفيلو. الفيلو هي الورقه كتكون رقيقه بزاف وكتكون ملي كتجي كتاكليها كتكون مقرمشه، ماشي بحال حتى الورقه ديال المغرب كتجيني قاصحه. فاش كتاكلي كتبقاي كتمضغي. هذه لا، هذه منين كتاكليها كتعضي فيها كتفتت لك كتذوب في الفم. مهم هي رقيقه وكتجي زوينه في الاكل الصراحه. واعره بنينه بزاف زوينه بزاف، التقرميشه اللي فيها زوينه بزاف. غير هي خاص الواحد الا ولف معها راه غتصبروا لها واخا كانت كتقطع تقضيو بها. صافي كما لاحظتوا البنات هنايا منين كنسالي كندهنهم بالبيض. علاش كندهنهم بالبيض؟ لان كتشقق في الفران
وانا جربت هاد الطريقه واحد المره عجبتني وبقيت كنديرها، واخا ما فيهمش البيض لداخل. اللي ما كياكلش البيض ما يدهنهمش بالبيض، هما اصلا ما فيهمش البيض من الداخل، ولكن انا دهنتهم لان كما قلت لكم كيتشققوا في الفران، ومنين كندهنهم بالبيض كيبقاو كما كتلاحظوا هكا شادين راسهم، ما كيتحلوا شيء. ومن بعد ما كندهنهم بالبيض كندير فيهم شي تقيبات وكندخلهم الفران كيكون سخون على 180 170 درجه. الا كان الفرن عندك 180 مجهد بزاف كديري 170. كيطيبوا على خاطرهم بشويه، كتعطيوهم الوقت باش كطيب حتى الورقه من الداخل، ماشي غير الورقه اللي الفوق اللي كتكون مقرمشه، حتى اللي الداخل كتكون مقرمشه. راهم كيجيو جد رائعين. جربوا هاد الحشوه ان شاء الله غادي تعجبكم، وما كرهتش تكتبوا لي الا جربتوها في التعاليق. صافي هنا من بعد ما طابوا خليتهم كيطيبوا على نار مهيله كما قلت لكم حتى كيتحمروا مزيان من التحت ومن الفوق. كنزينهم هنا، زينتهم باللوز، انا كيعجبني اللوز، ولادي درت لهم القرفه والسكر كلاصي. هادو اللي تبقاو ليا البنات دهنتهم حتى هما غادي ندخلهم هكا، توضعوهم على شي طبسي ولا شي لاطا ولا شي حاجه اللي تجيكم في الفريغو ديالكم. كتحطوهم هكا في الفريغو، كتخليوهم حتى كيجمدوا. من بعد ما كيجمدوا كتحطوهم في شي بواطه اولا شي اولا بلاستيك غذائي، المهم اللي متوفر عندكم. ومنين كتبغيو طيبوهم كتشهاوهم تبغيو طيبوهم من المجمد ديريكت للفرن على نفس الحراره.